التطهير كان من أولوياتنا رفع كفاءة المهندسين ومجلس التواصل مع الجهات العربية والإجنبية. واليوم هي الجهة العالمية الأولى اللي أجت من أمريكا من كولومبيا كوليج من أجل تطوير أداء عمل المهندسين، وسيكون هناك مذكرة تفاهم مهمة غاية رفع من سوية المهندسين عن طريق تدريبهم بالكفاءات العلمية الحديثة المتطورة، وجعل الشراكات مع الجامعة الخاصة لنقابة المهندسين من جامعة قرطبة إن شاء الله. هلا نحن من البداية بدنا نحاول نرفع من كفاءة المهندسين باللغة الإنجليزية كمرحلة أولى، بالإضافة وفق الكليات المعتمدة الموجودة عندهم تصير شراكات وتوأمة مع الجامعة الخاصة جامعة قرطبة الخاصة لخزانة تقاعد المهندسين. شو الدعم اللي رح تقدموه للجامعة من حيث احنا في عنا رغبة في توسيع كليات الجامعة اللي عنا، وهي جامعة موجودة في القامشلي وحلب. هلا بنسعى نحن لفتح فرع لها كمان في دمشق بالتعاون مع شركة مع كلية كولومبيا كوليج. نعم، هل سيكون هناك تبادل بين الخبرات؟ ان شاء الله ان شاء الله، يعني حتى نحن عندنا رغبة ان نرفض طلابنا بالجامعة بكولومبيا مشان ينهلوا من العلم الحديث ويجوا يرفعوا مساوية العلم عندنا هون في سوريا. My name is John Kim, Vice President of Columbia College in Washington, D.C. And we specialize in global business English. And we have over 30 experiences providing education to the locals. But now we have an opportunity to provide the same education, same standard here in Syria, and we are glad. أصدرت الحكومة بلاغ رقم 40 أصدره السيد معاون أمين عام رئاسة الجمهورية شؤون مجلس الوزراء، تتعلق إنه أي يعني منظمة أو جمعية أو هيئة هندسية تأتي إلى سوريا وتعمل إن كانت محلية أو خارجية يجب أن تأتي من خلال نقابة مهندسين السوريين، لأنه هي النقابة هي بوابة العمل الهندسي في الجمهورية العربية السورية، فيجب أن تأتي إلى النقابة وتحصل على الترخيص اللازم من النقابة وفق الضوابط والمعايير الهندسية المعتمدة من قبل النقابة. ثم يعني ممكن انه مثلا حسب هي الجهه اللي بدها ترخص فيها، قد تكون وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، قد تكون مثلا احدى غرف التجاره او الصناعه، لكن العمل يجب ان يكون بدايه من خلال نقابه مهندسين. نقابه لها ضوابط محترمه ودقيقه وشامله، وهي تنظيم حقيقه هي بالموجب المرسوم الثاني هي تنظم العمل الهندسي ضمن الجمهوريه العربيه السوريه، فهي لتنظيم العمل والارتقاء به يجب ان يكون اي عمل هندسي واي عمل ذات طابع هندسي يجب أن يكون من خلال نقابة مهندسين السوريين. وألف شكر. هو للمستقبل نتائجه هو تنظيم العمل والارتقاء به وتأطيره ضمن أطر قانونية نظامية. يعني نحن الخوف إنه مثلا ما يصير بعض الدول بدون طبعا ذكر أسماء دول عربية، امبارح علمنا إنه مثلا في 800 جمعية هندسية. هلا إذا صار هالعدد الكبير بصير في يعني ما بصير تنظيم للعمل الهندسي، بينما إذا بيكون تنظيمه من خلال نقابة واحدة تشرف على عمل هذه الجمعيات، نحن أهلا وسهلا بالجميع منه، لكن هو بده تنظيم للعمل الهندسي والارتقاء به ضمن ضوابط. جامعة قرطبة تعود بملكيتها لنقابة المهندسين السوريين، وهي انسجاما مع خططها الاستراتيجية والتطلع نحو التشبيك مع كافة المؤسسات التعليمية، وخاصة في مجال التعاون العلمي والأكاديمي، وبوجود العلاقات السياسية السورية الأمريكية بعد التحرير المبارك بدنا نفعل هالموضوع وينعكس إيجاباً على المستوى العلمي لطلابنا من خلال هذا التعاون اللي راح يكون فيه مجموعة من الأعمال البحثية المشتركة لكادرنا التدريسي، إضافة إلى إمكانيات التبادل الطلابي. هذا كله بيجعل الطالب يكون على تماس مباشر مع المستجدات الموجودة وبفتح آفاقه. طبعا هي باكورة لمجموعة من الأعمال العلمية القادمة المشتركة. اليوم الحمد لله وقعنا اتفاقيتين. الاتفاقية الأولى مع جامعة قرطبة برعاية نقابة المهندسين، حيكون في تبادل علمي وتبادل طلابي. رح نزود الطلاب بثلاث برامج. أول برنامج اللي هن نعتبرهم أدوات العصر أو لغة العصر، اللي توفر للطالب الأمريكي بالهاي سكول. بالهاي سكول الطالب لحتى يتخرج لازم يكون معه بروفيشنال
IT وبزنس وإنجليش. لما نحن بنوفر هذا الشيء للطالب هون بسوريا ونعطيه هاي الأدوات بصير في تطور علمي وبينفتح العالم وبينفتح الثقافة الخارجية. كمان فيني زود شغلة إنه وجود كولومبيا كوليج هون ورح نقدم برنامج التوفل هيك معت الطلابي اللي عندهم انفتاح علمي وهالعقول هي اللي عنا ما تهاجر لبرا، نحتفظ فيهم هون ونبني سوريا مع بعض. طلعت لقيت إنه هدول الأشياء البسيطة اللي نحن ناقصنا لنبني سوريا الحبيبة. مشان هيك وقعنا الاتفاقية بيننا وبين جامعة قرطبة وبين نقابة المهندسين.